اسمع بقى يا باشا الكلمتين دول وسجلهم هنا، عشان لو جه عليك وقت تعرف ايه اللي يبقى مطلوب منك تعمله. تحياتي الاول لكل اخ كويس بيطلع يقول معلومة بما يرضي الله عشان يفيد بيها المبتدئ عشان يصعد بغية الحمام تاني. تمام؟ ده اول بند. تاني بند يا رجالة، من اهم الخطوات في تجهيزك لطريحة الزغاليل اللي انت هتجهزها وتخليهم جنود عندك يسكنوا وتحارب بيهم في عز الجو الشتاء في نش التماسي، لازم تستخدم معاهم الاصول والصح لحد ما تسكنهم ببان وتطلع تجر عليهم وتسيب مكانك وتنزل وتروح مشوار وترجع، وانت تبقى ضامن بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هتطلع تلاقيهم واقفين في بيبانهم. وصلت؟ امتى باشا هتعمل لهم كده بايدك وما تقفش في وشهم؟ وامتى تعمل لهم كده بايدك وتفضل واقف لهم؟ لازم تنقي كل وقت هتستخدمه فيهم، هتستخدم فيه كل طريقة هتستخدمها معاهم، لازم تعرف الصح ايه وتعمله، بالذات مع الزغلول من صغره. من اهم الخطوات في تجهيزك ليهم وهم لسه بيلموا بعض انك ما تقفش في وشهم، منعا لاي خساير تحصل معاك فيهم، ومنعا لاي بوظان او اي ضرر يضرك او يضرهم. تمام؟ تاني خطوة باشا، مجرد ما الزغاليل بتاعتك عملت كده وخدت الميعاد الثابت وبقت تطلع من السلكة كده زي الطلقة، اقف في وشهم واعمل اللي انت عايزه، عشان فترة تجهيزهم خلصت وهم داخلين على مرحلة جديدة ومن الأحسن للأحسن. وصلت؟ في مسا بقى مخصوص يا رجالة أنا بعته في الفيديو ده لأخويا وحبيب قلبي اللي بتشرف بيه واللي مشرفنا في غية الحمام. تمام؟ أخويا الكبير الفخامة والرجولة والجدعنة، أخويا وحبيب قلبي أبو سيف. بص بيقول لك إيه بقى أبو سيف؟ بيقول لك غذي حمامك وقويه عشان في نش التماسي يكيفك وتلاقيه. الصباح صباحك يا فخامه والهوا هواك، وانت اخويا الكبير وانا ما اقدرش انساك. وتحياتي لكل راجل جدع رجاله من اخواتي وحبايبي في كل محافظه، انا ببعت مسا مخصوص ليه. الغيه غيه حب ورجوله وجدعانه رجاله، وكلنا بنكمل بعض. وعلى الله الدنيا رجاله في رمي التماسي اللي جاي، وربنا يجعله موسم خير بفضل الله على الناس كلها. والغيه غيه حب ورجوله وجدعانه.